المقيمة ببلجيكا أيضا موقف قوي في الموضوع، حيث اعتبروا أن قيام القوات المسلحة الملكية بهذا العمل الميداني كيدخل في إطار الدفاع عن الحدود المغربية وحماية لحرية التنقل المدني والتجاري بالمعبر الرابط مع الأراضي الموريتانية. وفي هذا الصدد كان لنا أيضا اتصال مع السيد محمد شرادي، فاعل مدني وإعلامي بمدينة بروكسل البلجيكية، اللي جسد لنا كذلك موقف الجالية المغربية المقيمة بالديار البلجيكية، وكان له أيضا التصريح التالي: بعد العديد من الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية، خصوصا سياسة فتح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية سواء بالعيون حاضرة الصحراء المغربية أو بالدخلة، أصيبت الجزائر وصنيعتها البوليزاريو بالسعار وأصبحت تشعر بالدوران، الشيء الذي تسبب لهم في صدمة قوية دفعت بهم لتحريك ميليشياتهم وبلطجيتهم للقيام بمجموعة من التحركات الاستفزازية بمعبر الكركارات وقطع طريق على الحافلات التي تقوم بالعبور عبر هذا المعبر الحيوي النشط. البوليزاريو بعملها هذا كانت تخطط لتكرار سيناريو مخيم قديميزيك في الكركارات، لكن حنكت واحترافية المملكة المغربية التي قامت باستنفاذ جميع الوسائل الحبية لحل هذا المشكل، لكن بدون جدوى، لأن هدف عصابة قطاع الطرق لم يكن هو هذا الهدف. لكن كما قلت سابقا القوات المسلحة الملكية المغربية كما عودتنا دائما كانت في مستوى الحدث وقامت بتدخل تستحق عليه كل التنويه والإشادة باحترافية عالية أبانت عنها احترافية عالية دون الإخلال بالتزامات المملكة المغربية ودون تسجيل ضحايا في صفوف المدنيين. وكما قلت سابقا هذا التدخل جاء بعد استنفاذ المملكة المغربية لكافة المساعي الحبية وبعد إعطائها الوقت الكافي للأطراف الأخرى للعمل على إيجاد حل لهذه الاستفزازات. ولكن الحمد لله القوات المسلحة الملكية المغربية الباسلة كانت في مستوى الحدث وتمكنت من فتح معبر الكركارات وفك العزلة مما سمح بتدفق السلع والأفراد عبر المنطقة التي تربط المملكة المغربية بالبلد الشقيق موريتانيا. لإذاعة كاب راديو كان معكم جواد بودداح من مدينة الناظور. إذا مع الزميل جواد بودداح من الناظور نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام لختام عدد اليوم من مجلتكم الإخبارية مع الخبر في الأخير. تقبلوا تحيات الزملاء سفيان بولعيد، سارة الموساوي، حسن العثماني في الإخراج والهندسة الصوتية، هذا عبد اللطيف بالخضر من وراء الميكروفون يحييكم وإلى اللقاء.